رز الريزو عشان ولادنا الحلوين يتبسطوا. شايفين شايفين الشكل جميل ازاي؟ ولا الصوص اللي احنا هنعمله معاه تحفة، عشان محدش يروح يشتري اكل من بره، ونعمل حاجة جديدة ونضيفة لولادنا. والرز الريزو ده مش بياخد بجد وقت مننا، وهيعجب الكل، وولادكم لو اكلوه مش هيشتروا من بره تاني. يلا هنشوف هنعمله ازاي. اول حاجة عندي حلة حاطة فيها حبة زيت، وهحط فيها بصلة فرماها ناعم، وثلاث فصوص توم مفرومين، ورشة حبهان او 4 وحدات حبهان لو سلام، وهقلبهم. مش هسوي البصل، لا تقلبتين. وهحط بهارات، نص معلقة من كل حاجة: فلفل اسود، كركم، كاري، ملح. مش هنحط ملح كتير لان احنا هنحط حاجات تانية هتخليه مظبوط. عندي ربع كوباية كاتشب، وربع كوباية صويا صوص، وعندي كمان ربع كوباية باربيكيو. لو ما عنديش الباربيكيو هحط عسل، وواحدة ماجي بطعم الفراخ. كده بسيبهم مع بعض لحد ما الماجي تدوب. وبعدين هنا عندي رز بسمتي نقعه 10 دقايق، الرز النوع الابيض الحبة الطويلة، نقعه 10 دقايق وصفيته وحطيته عليه. بفضل اقلبه كده لحد ما يتجانس مع الخلطة اللي احنا عملناها في الاول، وبغطيه بالمية. وبعدين بغطيه وبسيبه تلت ساعة بيكون استوى. وبعدين بنعمل الصوص: نص كوباية كاتشب، ربع كوباية صويا صوص، ربع كوباية باربيكيو صوص، وبعدين معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة توم باودر، وبصل باودر، يعني معلقة بصل ومعلقة توم. وبحط عليهم نص كوباية مية، وبسيبهم يغلوا على النار. يغلوا مرة اتنين تلاتة اربعة بقفل عليه. وكده عملنا العظمة دي كلها. بنحط الرز في الاطباق شكلها حلو عشان نغري اولادنا، ونحط عليها الصوص للي بيحبه. وكده جبنا لهم اكل بره عشان ما نروحش الحاجة احنا عاملين لها مقاطعة. و يعني لا، خلينا احنا في بيتنا ونعمل الحاجات بايدينا جميلة وهتعجبكم. شايفين شكلها؟ يفتح النفس. واعملوا لي لايك وشير عشان اجيلكم بوصفات جديدة، واشوفكم في وصفة جديدة.